الست المصرية ما ورثتش القوة دي، صنعتها وسابت لنا التاريخ شاهد. حكاياتنا النهاردة مش سيرة ستات عادية، دي خريطة وطن مرسومة بصوت أم كلثوم وعلم سميرة موسى ونضال وكفاح هدى شعراوي وصفية زغلول ونبوغ نبوية موسى. يلا نكمل نماذج الستات المصريات اللي كتبوا أسمائهم بحروف من نور في تاريخ مصر. أولاً، الست سميرة موسى ولدت عام 1917 في محافظة الغربية. كانت أول عالمة ذرة مصرية وأول معيدة في كلية العلوم جامعة فؤاد الأول. دي بقى اللي أرعبت إسرائيل وكان مصيرها الاغتيال. وهي صغيرة كانت متفوقة جدا في دراستها، وبسرعة ومع الوقت لمع اسمها في مجال الفيزياء النووية. اتخصصت في دراسة الذرة وتطبيقاتها السلمية، ونالت درجة الدكتوراه في الأشعة السينية من بريطانيا. كانت بتحلم إن مصر تمتلك قنبلة ذرية، وده اللي خلاها ترفض العديد من العروض المغرية للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وصممت على رجوعها مصر علشان تنقل المعرفة النووية لبلدها الغالية. وكانت مؤمنة إن العلم لازم يكون في خدمة الإنسان، ورفعت شعار الذرة من أجل السلام. كانت بترفض احتكار المعرفة، وسعت إن البحث العلمي يكون متاح للجميع، وده مذكور في محاضراتها وأوراقها العلمية. وفي يوم مشؤوم جالها دعوة غامضة لزيارة مفاعل نووي، وهي في طريقها ظهرت لها سيارة نقل بشكل مفاجئ، اصطدمت بسيارتها ودفعتها لوادي عميق. وفي مصادر صحفية بتقول إن سائق السيارة اللي كانت جنسيته هندي نط من العربية قبل الحادثة بلحظات واختفى بعد الحادثة، وده اللي خلى الكتير يوجه أصابع الاتهام للموساد الإسرائيلي، خاصة إنها كانت بتمتلك معلومات نووية حساسة ورفضت التعاون مع أي جهات أجنبية. رحلت سميرة موسى عام 1952 عن عمر لا يتجاوز 35 عام، ورغم رحلها المبكر ظل إرثها العلمي والوطني حياً في ذاكرة مصر. رحم الله السيدة العظيمة العالمة سميرة موسى. ثانياً، الست هدى شعراوي ولدت عام 1879 في محافظة المنيا بصعيد مصر. أسست جمعية لرعاية الأطفال عام 1907، ونجحت في إقناع الجامعة المصرية بتخصيص قاعة للمحاضرات النسوية عام 1908. وكمان شاركت بقيادة مظاهرات السيدات في عام 1919، وأسست لجنة الوفد المركزية للسيدات وكانت هي المشرفة عليها. دعت لرفع السن الأدنى للزواج للفتيات ليصبح 16 عام، وللفتيان ليصبح 18 عام. وكانت بتحارب ظاهرة تعدد الزوجات، ولأنها كانت مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع وبتدافع باستماتة عن حقوقها، فقررت إنها تعمل دعوة لخلع غطاء الوجه اللي هو اليشمك أو البرقع، وده كان تقليد ثقافي شائع بين النساء في مصر آنذاك، وطبعاً كانت هي أول واحدة خلعته. حاربت كتير علشان المرأة تاخد حقها في التعليم والثقافة، وأسست الاتحاد النسوي المصري عام 1923، وبكده قدرت تنقل قضية المرأة من الشارع للتنظيم والعمل العام الرسمي، وده موثق في سجلات الاتحاد النسائي وفي خطاباتها. وكمان شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، ودعت لتنظيم الجهود النسوية والتطوع في التمريض والإسعاف. بصراحة إحنا كستات مش عارفين من غير الست دي كان هيبقى وضعنا إيه، هي وكتير من أمثالها، وكان في كتير اللي زيها وبيساعدوها. نكمل كلامنا. في نوفمبر 1947 صدر قرار من الأمم المتحدة بتقسيم دولة فلسطين، وهنا أرسلت السيدة هدى شعراوي خطاب شديد اللهجة للاحتجاج في الأمم المتحدة. توفيت في ديسمبر عام 1947. ماتت وهي بتكتب بيان بتطالب فيه الدول العربية بأنها تقف صف واحد في القضية الفلسطينية. رحم الله السيدة العظيمة هدى شعراوي. ثالثاً، الرائدة نبوية موسى ولدت عام 1886
بمحافظة الشرقية. كانت إحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعي في النصف الأول من القرن العشرين، وكانت أول ناظرة مصرية، وكانت من رعاة الدكتورة سميرة موسى عالمة الذرة المصرية. هي كمان من رائدات العمل الوطني وتحرير المرأة والحركات النسائية المصرية. بدأت تتلقى تعليمها في منزلها. في الأول اتعلمت القراية والكتابة بمساعدة أخوها، وبعد كده حصلت على شهادة البكالوريا بمجهود ذاتي، لأنه في وقتها ما كانش فيه مدرسة البكالوريا للفتيات، وبكده كانت هي أول فتاة مصرية حاصلة على شهادة البكالوريا. ألفت كتاب مدرسي بعنوان ثمرة الحياة في تعليم الفتاة. تولت نظارة المدرسة المحمدية الابتدائية للبنات بالفيوم، وبعد كده اترشحت لتكون ناظرة لمدرسة معلمات المنصورة. اتولت إدارتها، وقدرت إن هي تنهض بالمدرسة لدرجة إنها فازت بالمركز الأول في امتحانات كفاءة المعلمات الأولية، وطالبت بتوحيد مناهج التعليم لكل من البنين والبنات. اتعينت في وزارة المعارف بوظيفة وكيلة معلمات بولاق في ديسمبر 1914، وبعدين اترقت في عام 1916 بقت ناظرة لمدرسة معلمات الورديان. قامت بإنشاء مطبعة ومجلة أسبوعية نسائية باسم الفتاة، صدر العدد الأول منها عام 1937. شاركت في كتير من المؤتمرات التربوية لبحث مشكلات التعليم، وكمان كان ليها بعض المؤلفات الدراسية واللي قررتها وزارة المعارف. كان ليها دور كبير في الدفاع عن حقوق المرأة، حيث قامت في عام 1920 بنشر كتاب عن المرأة والعمل. توفيت عام 1951. رحم الله السيدة العظيمة النبوية موسى. النماذج لسه ما خلصتش، بس عشان ما طولش عليكم الحلقة هنكمل النماذج المشرفة من سيدات مصر في الحلقة الجاية. أتمناكم بخير. تحياتي للجميع.